تخيل إنك تصحى يوم ومدينتك صامتة، لا أصوات أسواق ولا خطوات، مجرد هواء ثقيل يخبرك أن الموت مر من هنا. عام 541 ميلادي، في زمن طاعون جستنيان، كانت أول صفارة خوف تصل اليمن عبر الموالئ. سفن ترسو، تجار يتحركون، لكن سعال واحد كان كافيا ليبدأ فصلا جديدا من الرعب. ثم 1348 ميلاديا، الطاعون الأسود. الموانئ اليمنية تستقبل أشد الأوبئة فتكا في التاريخ. الأسواق العامرة أصبحت صامتة، الوجوه شاحبة، والناس يحسبون كل لمسة كأنها نهاية محتملة. وفي عام 1815 و1816 الساحل الغربي شهد موجة جديدة. شوارع تهامة خالية، أبواب مغلقة، ومدن تنتظر خبرا يأتي من البحر، لكنها تعلم أنه ليس خبرا جيدا. ثم جاءت 1871 و1872، السنين السود. أمهات يحتضنن أطفالهن، وشموع تضيء البيوت، لكن الظلام الحقيقي كان في القلوب. ومع بداية القرن العشرين بدأ كل شيء يتغير. العلم تقدم، والوعي انتشر، والطاعون تراجع خطوة بعد خطوة. الأسواق عادت، والحياة عادت، والناس أعادوا بناء عالمهم. التاريخ يذكرنا: المرض يأتي ويذهب، أما البشر فهم دائما ينهضون.